بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الفضلاء، ينبغي علينا أن نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أعماله وفي سيرته ومنهجه عليه الصلاة والسلام، فهو القدوة، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والعمل أيها الفضلاء متوقف على شرطين: إخلاص النية لله تعالى، ومتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ونحن في شهر فضيل، في شهر رمضان المبارك، وللنبي صلى الله عليه وسلم هدي في هذا الشهر في صيامه وقيامه وقراءته للقرآن والاعتكاف وغير ذلك من الأعمال، فنأخذ ما يتيسر لنا من هديه عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان. ومن ذلك أنه كان يؤخر السحور إلى آخر الليل، وكان يحث أمته صلى الله عليه وسلم على تأخير سحورهم وعلى التسحر بالتمر، فقد ثبت في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. قال الحافظ في الفتح، قال المهلب وغيره: كانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال، كقولهم قدر حلب شاه وقدر نحر جزور، فعدل زيد ابن ثابت عن ذلك إلى التقدير بالقراءة، إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة. وقال ابن أبي جمرة: فيه إشارة إلى أن أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة. ومن حديث أيضا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه ربما أصبح جنوبا فيغتسل ويصوم، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا سافر تارة يصوم وتارة يفطر، وتارة يبتدئ الصوم في أول النهار ثم يفطر بعد ذلك. ويبدو والله أعلم أن مرجع هذا الاختلاف في أحواله عليه الصلاة والسلام لاختلاف أنواع السفر والمشقة التي تلحقه عليه الصلاة والسلام. فقد جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، أفطر فأفطر الناس. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجل الفطر بعد غروب الشمس مباشرة، وكان يفطر قبل صلاة المغرب، وكان يفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. وكان صلى الله عليه وسلم يوجه أمته لذلك ويحثهم عليه. وأيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أفطر أنه يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. أخرجه أبو داود والدارقطني والحاكم من حديث ابن عمر، وحسنه الدارقطني والألباني في الإرواء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم دعا لهم، ففي حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال لهم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة.
وكان صلى الله عليه وسلم ربما واصل في رمضان الصيام إلى اليوم التالي، ولكن هذا كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يشرع للإنسان الوصال، ومن أحب أن يواصل فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر، والأولى تركه. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يعتكف في رمضان، فكان يعتكف في العشر الأول ثم 20، ثم لما أخبر بأن ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان كان يعتكفها عليه الصلاة والسلام. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام، وهي من السنن المهجورة. وكان أيضا من هديه عليه الصلاة والسلام في العشر الأخيرة من رمضان أنه يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أقوالنا وأعمالنا وسيرتنا ومنهجنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرته يوم القيامة، وأن يسقينا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.